المقابلة الخاصة مع السيد مسرور البرزاني مستشار مجلس أمن إقليم كردستان للحديث عن الأوضاع في أربيل، خاصة الانفجار الأخير الذي حدث في الإقليم. مرحبا سيادة مسرور البرزاني، أبدأ معك. ما حقيقة ما جرى عند مقر الأسايش؟ ومن هي القوة أو المجموعات الإرهابية التي هاجمت المقر؟ Thanks for coming. First of all, what happened that day, terrorists tried to أشكرك على حضورك. أولا، لا بد من الإشارة إلى أن الإرهابيين أرادوا الاستفادة من جميع التسهيلات التي توفرت للناس الذين جاءوا من أنحاء مختلفة من البلاد إلى كردستان. بعد أن كانت كردستان خالية من أي أنشطة إرهابية خلال الأعوام الستة الأخيرة، لقد تمكنوا بطريقة ما من دخول الإقليم ومهاجمة أحد مقار الأمن. الآن هناك تحقيق جار، وقد توصلوا لنتائج جيدة للغاية، وأنا لن أقفز إلى استنتاجات قبل أن يعلنوا جميع التفاصيل بشأن الهجوم ويقدموها للجمهور على الفور. لقد كان هناك تفجيران أمام المقر الأمني، وعندما حاول بعض الانتحاريين دخول مقر آخر وجدوا أمامهم رد فعل قوي من قبل أفراد الأمن الذين دافعوا عن المقر، وبالطبع قتل جميع الإرهابيين. لقد فشلوا في تحقيق أهدافهم. نعم، يعني هناك من يقول بأنما هناك من يعتقد بأن هناك ربط بين الصراع في سوريا والانفجار، خاصة الصراع الكردي مع تنظيم القاعدة أو جبهة النصرة في سوريا. هل هناك أي ربط؟ تدهور الأوضاع في الدول المجاورة بالتأكيد سيؤثر بشكل ما على أمن المنطقة. والآن هناك أزمة في سوريا، ومنطقة الحدود لا تخضع تماما للسيطرة، حيث تتمكن بعض العناصر من التسرب دخولا وخروجا. وبطبيعة الحال ما يحدث في سوريا يبقى في سوريا، ونحن نشعر بالأسف الشديد لما يمر به الشعب السوري، ونأمل أن يتم التوصل إلى حل للأزمة. لكن ذلك لا يعني أن العراق قد يكون مستهدفا بسبب ما يحصل في سوريا. نحن بطبيعة الحال ندعم النضال الكردي العادل، لكننا لم نتدخل في الشأن السوري على الإطلاق. هذا مبرر سخيف يطرحه هؤلاء الإرهابيون لتبرير ما يفعلونه. إنهم لا يستهدفون الأكراد فقط، بل العرب، السنة والشيعة في كردستان وفي أنحاء أخرى من العراق، ولذلك لا أعتقد أن هذا هو السبب الذي يجعلهم يهاجمون كردستان. طيب سيد برزاني، هل أثرت هذه الانفجارات على الوضع السياحي أو دخول السياح إلى الإقليم؟ حتى الآن لم نلحظ شيئا من هذا. لم يتضرر الناس حتى الآن بما حدث. هناك إجراءات أمنية مشددة تتخذ على المنافذ البرية للإقليم بعض المحافظات. هل ستستمر هذه الإجراءات؟ هل سيكون هناك خطط أمنية جديدة للسماح فيما بعد وضع هذه الخطط بعودة العبور بشكل طبيعي كما كان عليه قبل الانفجار؟ كما تعلم وبشكل عام هناك مسألة حساسة عندما تحاول تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للناس وتوفير ما يحتاجونه من الأمن. الناس الذين يأتون إلى كردستان يرغبون في التمتع بمستوى عال من الأمان، وإذا لم نوفر لهم الأمن المطلوب فإن الإجراءات التي تتخذ سيتم موائمتها وفقا للظروف واحتياجات الناس. نعم، حقق حزبكم فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان. ما سبب هذا الفوز؟ هل
وفاء أهالي إقليم كردستان لعائلة البرزاني أم بسبب المشروع السياسي للحزب؟ Before everything, I think is the KDP, the Kurdistan قبل كل شيء Party is a تعلم أن genuine الحزب party, الديمقراطي الكردستاني that حزب is a أصيل cover for, يوفر الغطاء الذي يشعر به معظم most of the سكان Kurdish الإقليم people that الأكراد. feel that they belong to this party. The sincerity and the positions that the KDP has taken ومواقف over the الحزب years, وإخلاصه طوال أعوام بل عقود من الزمن وعلاقته الحميمة مع الشعب وارتباطه بالناس، هذه أسباب جديرة بأن تؤخذ في الاعتبار. كما أعتقد أن حضور الرئيس بارزاني عامل رئيسي لدعم الحزب. طيب، ما هو شكل الخارطة السياسية الجديدة في الإقليم؟ كيف تتوقعون هذه الخارطة؟ قبل كل شيء أعتقد أن كردستان تمضي في المسار الصحيح نحو الديمقراطية، وإذا نظرت للأمر وفقا للخارطة السياسية ستجد أن كردستان في المسار الديمقراطي الصحيح. في الانتخابات يفوز البعض والبعض الآخر يخسر، وحصة هذا الحزب أو ذاك في البرلمان قد تزيد أو تقل، وهذا لا يعني أن الخارطة الإجمالية لكردستان تغيرت. في الانتخابات الأخيرة نحن فخورون جدا لأن الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل على أغلبية المقاعد، لكننا نعتقد أن المحصلة النهائية للخارطة السياسية بشكل عام لم تتغير. أسألك عن العلاقة مع بغداد، كيف هي اليوم خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها السيد مسعود بارزاني إلى العاصمة، وكذلك الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السيد المالكي إلى إقليم كردستان؟ كيف هي العلاقة اليوم خاصة بعد التوتر الذي حدث في كركوك؟ نحن دائما أردنا أن تكون العلاقة أفضل في أي مرحلة، ونريد العلاقة أن تكون أفضل من الآن أيضا. لا توجد قضايا شخصية أو صدامات شخصية، بل هناك قضايا أساسية بين بغداد وكردستان، وتتعلق بتنفيذ ما تتضمنه الدستور بشكل عام. وعندما نشعر أن هناك حاجة لبحث خلافات حول تنفيذ الدستور تتحسن الأشياء، وفيما عدا ذلك قد تحدث مواجهات. الآن نأمل أن يكون هناك توجه للمضي قدما من أجل الاتفاق على تطبيق الدستور، وهذا بحد ذاته يساعد على تحسن العلاقات. helps the relationship to get better. ألا تعتقد بأن الخلاف الأخير الذي ظهر قبل أيام حول قانون الانتخابات ربما قد يعيد التوتر بين الكتل السياسية والإقليم، أم بأن هناك حقوق مشروعة يريد الأكراد اليوم فرضها، خاصة بعد المشاركة الواسعة للأكراد في انتخابات الإقليم؟ السيد مسعود بارزاني قال لن نشارك في انتخابات إذا لم نضمن الحقوق، وقال ما ذنب الأكراد بأن يشاركوا بنسبة عالية وابن البصرة أو المحافظات الأخرى لا يشارك. Well, this is as you know, in politics sometimes you disagree. كما تعلم، وهذا هو حال السياسة، عندما تظهر أشياء لا يتفق عليها الجميع. نحن نعتقد أن هناك عدم إنصاف في هذا القانون يتعرض له الشعب الكردي، وكما ترى فإن المقعد المخصص للمرشحين الأكراد يساوي 4 أضعاف ما هو مخصص للمقعد في أماكن أخرى. وإذا تأملت الانتخابات الأخيرة ستجد أن المقعد الواحد في كردستان يساوي 40,000 صوت، بينما في مناطق الجنوب المقعد يساوي 10,000 صوت. كما يمكنك المقارنة بين المقاعد المخصصة للأكراد، حيث توجد نسبة عالية جدا من الناخبين خلال الانتخابات، وتلك المخصصة لأماكن أخرى لا توجد فيها نفس النسبة. وإذا تأملت أعداد الأحزاب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ستجد أن في كردستان قرابة 2,000,000 صوت انتخابي، لكن المرشحين لم يحصلوا على نفس العدد من المقاعد التي حصل عليها ائتلاف دولة القانون أو الأحزاب الأخرى التي حصلت على مقاعد أكثر بأعداد أقل من أصوات الناخبين.
وهذا يجعلنا نعتقد أنه لأن العراق دولة واحدة مستقلة وسيكون فيها برلمان قوي يناقش ويدافع عن القضايا الاستراتيجية التي تهم جميع الأقاليم، يجب أن يكون كل عضو في البرلمان متحدثا بالنيابة عن سائر أنحاء البلد وليس عن إقليم بحد ذاته. وهكذا سيبدو منطقيا أن يتاح لكل مواطن في أنحاء العراق أن يشارك في الانتخابات، الأمر الذي يجعلنا نشعر أن الانتخابات يجب أن تتم على أساس أن العراق دائرة واحدة، وأن من حق الناخبين الأدلاء بأصواتهم لصالح من يرغبون فيه. مسؤول من ضمن القضايا الخلافية مع بغداد تطبيق المادة 140، أين أصبح تطبيق هذا القانون بما يخص كركوك أو المناطق المتنازع عليها؟ لسوء الحظ لم يطبق هذا كما توقعنا في الماضي، وما زلنا نطرح أن هذا هو السبيل الوحيد لحل هذه المسألة، ولذلك نأمل أن تظهر حكومة بغداد حدا أعلى من الإخلاص والصدق، وأن تنظر في تنفيذ هذه المادة من القانون. طيب، نكمل الحديث أكثر عن الوضع في إقليم كردستان وأيضا تداعيات عملية النزوح اللاجئين من سوريا إلى الإقليم، لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل الحديث مع السيد مسرور برزاني، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى هذه المقابلة الخاصة مع السيد مسرور برزاني. سيد برزاني، يعني كان هناك اتفاقا بين البككة والحكومة التركية، كيف تقيمون هذا الاتفاق؟ We do support any peace initiative. نحن نؤيد أي مبادرة سلام، أي حل سلمي، لأن هذا هو السبيل الوحيد لحل أي نزاع. لقد أيدنا اتفاق السلام بين تركيا وحزب العمال الكردي، لكن لسوء الحظ لا نرى أن الأمور تمضي إلى الأمام كما يجب، لكننا نأمل أن لا تتوقف المسيرة وأن يكون هناك ما يشجع على استئناف العملية. يعني إذا لم يتم تنفيذ كل المطالب أو الاتفاق من قبل الجانب التركي، هل ستكون هناك وساطة أكبر من قبلكم لحل الخلافات؟ لا يوجد الكثير مما يمكننا القيام به إذا لم تتوفر الإرادة لدى الطرفين. نأمل أن يقبل الطرفان العودة إلى مائدة المفاوضات، وبالنسبة لنا فنحن على استعداد لاستكشاف ما يمكننا القيام به لدعم الحل السياسي الذي نؤيده على الدوام. طيب، حقيقة الإقليم يستقبل يوميا مئات أو آلاف اللاجئين، كيف تتم عملية النزوح؟ وهل هناك سيطرة على المخيمات التي يتواجد فيها السوريين في الإقليم؟ لسوء الحظ لم يتوفر دعم دولي كبير لجميع اللاجئين المتواجدين في إقليم كردستان. لدينا الآن أكثر من 250 ألف لاجئ في مخيمات مختلفة. لقد حاول إقليم كردستان توفير أكبر قدر من المساعدة الممكنة، كما أننا نوفر أكبر قدر من حرية الحركة الممكنة. لكن في مثل هذه الأحوال تعلم أن بعض المشاكل قد تنشأ، إذ لابد من توفر حد من السيطرة الجيدة لضمان أمنهم وسلامتهم، بحيث يتسنى توفير الخدمات التي يحتاجونها. طيب، هل هناك أي تنسيق مع الأمم المتحدة حول وضع اللاجئين، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإقليم؟ لقد استمعنا إلى كلام، لكن لسوء الحظ لم نلحظ أي دعم كبير، ومع ذلك نأمل أن يبادروا من الآن فصاعدا لتقديم الدعم المطلوب، وعلى الأقل يمكنهم توفير المخيمات التي وفروها في أماكن مختلفة وفي بلدان مجاورة لسوريا. نأمل أن يولوا اهتمامهم باللاجئين السوريين في إقليم كردستان. السيد مسعود البرزاني قام بزيارة إلى المخيم قبل فترة تقريبا لتفقد الأوضاع هناك. كيف هي الأوضاع الأمنية داخل المخيمات؟ وهل باستطاعتكم استيعاب عدد أكبر، خاصة بعد افتتاح مخيم قبل يومين، مخيم أكبر لاستيعاب اللاجئين السوريين؟ حتى الآن لم نواجه أي مشكلة أمنية كبيرة نهائيا،
وزيارة الرئيس للمخيم كانت مؤشرا جيدا على أن إجراءات الأمن في المخيمات جيدة، وسنواصل بذل أقصى جهدنا لتوفير ما يمكننا توفيره من الأمن. And we will continue to do our best to provide as much security as we can to them. طيب، أعود إلى الوضع الداخلي. هناك صفقة لشراء 12 مروحية عسكرية. هل هذه المروحيات ستستخدم لأغراض قتالية أم لأغراض استطلاعية؟ They have been or at least this is a project for the Ministry of Interior. هذه ستخصص كما تخطط وزارة الداخلية التي ترغب في شراء المروحيات لمهام مدنية بشكل أساسي، وهي ليست مروحيات عسكرية. طيب، هناك يعني حديث عن وضع الحريات في الإقليم. يعني هناك من يشيد في الوضع، وهناك من يقول بأنه ربما هناك بعض يعني الإقليم يراد له أن يتطور أكثر بخصوص الحرية. هل هناك أي معتقلي رأي أو معتقلين سياسيين في الإقليم؟ Not at all. لا يوجد أحد. بكلمة واحدة no? No, not at all. لا يوجد أحد. لا توجد. يعني هناك هل هناك أي عمليات تنسيق بين الإقليم وبغداد حول الأوضاع الأمنية في كل أنحاء العراق؟ Of course. كيف يتم هذا التنسيق؟ According to the Constitution. بطبيعة الحال وطبقا للدستور فإن أمن الإقليم هو مسؤولية حكومة الإقليم، لكن لدينا إجراءات أمن اتحادية تتبع في أي مكان بالعراق، ولدينا مكتب تنسيق أمني في بغداد أيضا، حيث يجري التنسيق على كافة المستويات. نحن نعتقد أن مثل هذا التنسيق والتعاون يمكن تعزيزه بشكل أفضل في المستقبل. We hope that cooperation and coordination can enhance and become more intense in the future. طيب، يعني بخصوص التنسيق الأمني مع بغداد، يعني هناك من يقول بأن برقيات أمنية وصلت إلى الإقليم بخصوص الهجوم الأخير تحذر بأن هناك جماعات إرهابية والهجوم على الإقليم. هل استلمتم مثل هذه البرقيات وكيف تعاملتم معها؟ كل معلومة تصل إلى أجهزتنا الأمنية يتم التعامل معها بجدية شديدة، وخلال السنوات السبع الأخيرة مثل هذه المعلومات ترد إلى أجهزتنا بشكل يومي، وكل معلومة يتم التعامل معها بجدية شديدة. لسوء الحظ نجد أنها ليست دائما دقيقة، لكن فيما يتعلق بسؤالك توفرت معلومات بأن هناك من يخطط للهجوم على الإقليم، لكن لم تتضمن أشياء دقيقة حول هذا الهجوم بحد ذاته، وإلا لما حدث. وكما قلت فنحن نتعامل يوميا مع ما يرد من المعلومات بشكل جاد للغاية. طيب، هناك محافظات مجاورة للإقليم تشهد تدهورا أمنيا مثل الموصل وكركوك. كيف يؤثر الوضع الأمني في هاتين المحافظتين على الإقليم؟ لسوء الحظ جميع الهجمات تقريبا التي تعرض لها الإقليم مصدرها من خارج الإقليم، سواء من كركوك أو الموصل أو غيرها، وهكذا فتدهور الوضع الأمني في هذه المناطق يؤثر بشكل مباشر للغاية على الإقليم. ولذلك فما زلنا نحاول خلال الأعوام القليلة الماضية الحديث مع الحكومات المحلية في الموصل وكركوك للتوصل إلى تفاهم أفضل وتعاون أفضل من أجل توفير الأمن لهذه المناطق. وللأسف لم يتمكنوا بعد من السيطرة على الوضع الأمني. التدهور الأمني في هذه المناطق لا يؤثر فقط على كردستان بل على بقية البلاد. طيب، كيف هو وضع كركوك أمنيا ووضع قواتكم الموجودة هناك؟ لسوء الحظ الوضع الأمني في كركوك جيدا جدا، قد يتحسن من وقت لآخر، لكنه ليس قريبا مما نريده أن يكون. هناك أسباب عديدة لذلك، وسبب واحد رئيسي هو أنه لا يوجد جهة واحدة مباشرة مسؤولة عن توفير الأمن لكركوك والتأكد من حال كركوك، وهذه مشكلة كبرى بالنسبة للتعامل مع القضايا العالقة المتعلقة بكركوك.
السيد مسرور البرزاني مستشار مجلس أمن إقليم كردستان. شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة، والشكر أيضا موصول لمشاهدينا الكرام، وإلى مقابلة أخرى.